بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه جون عايش مع أسرته في مدينة بوسطن، وبنعرف إن جون وحيد وما عندوش أصحاب، وكل ما بيحاول يتصاحب على حد من جيرانه بيرفضوا يصاحبوه، وكمان زمايله في المدرسة بيبعدوا عنه وكلهم بيكونوا شايفينه غريب الأطوار ومجنون. وبيكون الموضوع ده طبعا مأثر في نفسية جون جدا، وبيتمنى دايما يبقى عنده أصدقاء يهزر ويلعب معاهم. وبتعدي الأيام، وفي يوم الكريسماس أسرة جون بيجيبوا له هدية، والهدية دي بتكون عبارة عن دبدوب كبير، وبيفرح جون بالدبدوب الجديد وبيحضنه وبيتعلق بيه، وبيقرر يسميه تيد. وجون بيعتبر تيد صديقه المقرب، وبيبدأ يتكلم معاه كأنه هو شخص حقيقي، وبيحكي له على كل اللي مضايقه وبيفضفض معاه. وفي ليلة بيكون جون بيتكلم مع تيد وزعلان انه ما بيردش عليه، فبيتمنى جون ان تيد يبقى حي ويقدر يتكلم معاه زي البشر علشان هما الاتنين يبقوا اعز اصدقاء للابد. وبعد ما بيتمنى جون الامنية دي بينام جنب تيد، لكن بالصدفة بيكون في شهاب في السماء وقت امنية جون، والمفاجأة ان امنيته بتتحقق. وبيجي تاني يوم وبيصحى جون من النوم وما بيلاقيش تيد جنبه، فبيقوم يدور عليه لكنه مش بيلاقيه في اي مكان. وفجأة بيظهر تيد من وراه وبيبدأ يتكلم معاه، وبيتفزع جون من اللي بيشوفه، لكن تيد بيبدأ يشرح له ان الامنية بتاعته اتحققت، وان هو بقى قادر يتكلم ويعمل كل حاجة زي البشر. وفي الاول بيكون جون مصدوم، لكن لما بيستوعب اللي حصل بيفرح جدا، لان هو كده هيبقى عنده صاحب حقيقي، وبيحضن تيد من الفرحة. وبعدها بيتحمس جون وبيقرر يعرف كل الناس ان الدبدوب بتاعه بقى حي، وبيروح يبلغ ابوه وامه بالخبر ده، وطبعا مش بيصدقوه وبياخدوه على قد عقله. لكنهم لما بيشوفوا تيد قدامهم بيقدر يتكلم زي البشر بيخافوا وبيترعبوا، لحد ما جون وتيد بيشرحوا لهم كل اللي حصل، فبيبداوا يفهموا الموضوع وبيكونوا مبهورين بالمعجزه اللي قدامهم. وبعدها بتبدا الاخبار تنشر ان في دبدوب حي في البلد، وكل القنوات والاخبار بيتكلموا عن الدبدوب المعجزه، وبتستضيفوا اكبر القنوات التلفزيونيه علشان يعملوا معاه لقاءات. وشهره تيد بتزيد كل يوم لحد ما بيكون مشهور جدا. لكن رغم كل الشهرة دي بيفضل هو وجون أصحابه ومش بيبعدوا عن بعض نهائي. وفي ليلة فيها رعد وبرق بنشوف جون وتيد وهم خايفين، وبيكونوا قاعدين سوا تحت البطانية، وبيكونوا عمالين يغنوا علشان ما يركزوش في الرعد والبرق ويقللوا من خوفهم. وبعد ما بيخلصوا غنى بيوعدوا بعض ان هما الاتنين هيفضلوا أصدقاء مقربين للأبد، وانهم مش هيبعدوا عن بعض تحت أي ظرف. وبتمر السنين وجون وتيد بيكبروا مع بعض، وبيكونوا لسه عند وعدهم ولسه أصحاب. وجون بيكبر وبيتخرج من الجامعة وبيرتبط ببنت جميلة اسمها لوري، ورغم ده بيكون جون وتيد لسه عايشين مع بعض، وبنشوفهم وهم قاعدين يتكلموا سوا ومستمتعين مع بعض، لحد ما بيلاحظ جون ان الوقت اخده وان هو اتأخر جدا على شغله، وكمان مش هينفع يسوق لان هو تحت تأثير الكحول. فبيقول له تيد ان هو ما يشربش معاه وفي كامل وعيه، وان هو يقدر يسوق عادي. فبيروح تيد يوصل جون للشغل، وبيكون هو اللي سايق العربية. ولما بيوصل لمكان شغله بيخبط العربية لانه هو قصير وما بيكونش شايف الطريق كويس، وما بيهتمش جون وبيسيبه وبيدخل لشغله لانه هو بيكون متأخر جدا. ولما بيدخل بيستدعي مديره في الشغل وبيبدأ يزعق له على التأخير، وبيقول له ان هو بيتأخر كتير رغم انه هو لازم يلتزم، خصوصا الفترة دي علشان هو قدامه شوية صغيرين وهيترقى المنصب اعلى. فبيفضل جون يعتذر له وبيعرفه انه هيحاول ما يتأخرش تاني وهينتظم على قد ما يقدر. وبيروح بعد كده جون وبيبدأ شغله، واثناء ما هو بيشتغل بيسأل زمايله على مكان مميز يقدر يخرج فيه مع حبيبته لوري، وده لان تاني يوم هيبقى الذكرى السنوية الرابعة ليه مع لوري، ولازم يحتفل معاها في اليوم ده بطريقة مميزة. لكن كلهم بيقترحوا عليه يتجوزها طالما هو مرتبط بيها بقاله 4 سنين. ورغم ان جون ما كانش بيفكر في الجواز قبل كده، لكن بيحس ان زمايله معاهم حق، وان طول المدة اللي فاتت قدر يتأكد ان لوري هي الشخص المناسب ليه، وجاء الوقت اللي لازم ياخد فيه خطوة جدية ويتجوزها. ولما بيخلص جون شغله وبيرجع البيت بيبدأ يتناقش مع تيد بخصوص فكرة الجواز. وفي الاول بيكون تيد معتقد ان جون بيهزر وبياخد الموضوع بهزار وبضحك، وبيقول ان هو عارف لوري من 4 سنين بس وملحقش يتعرف عليها كويس. لكن بيلاحظ تيد ان جون بيتكلم بجد ومش بيهزر، فبيقول له تيد ان فكرة الجواز دي فكرة مش كويسة، لان حالة جون المادية الفترة دي مش احسن حاجة، وان هو عليه ديون كتير. فبيقتنع جون بكلامه وبيحس ان الوقت فعلا مش مناسب، لكن بيفضل يفكر في الموضوع برضه، لحد ما بتقاطعهم لوري لما بتوصل للمكان وبتكون جاية علشان تقضي اليوم معاهم. ولما بيجي الليل بيكون جون ولوري قاعدين لوحدهم وبيدردشوا، وبيعرفها جون ان هو حجز
في اكبر مطعم في البلد علشان يحتفلوا بالذكرى السنويه بتاعتهم. فبتفرح لوري جدا وبتحاول تتقرب من جون، لكن الليله دي بتكون ليله فيها رعد وبرق، وعلشان كده بيدخل تيد ينام مع جون، وبيفضلوا يغنوا سوا زي زمان لما كانوا بيحاولوا يقللوا خوفهم من الرعد. وبيكون واضح ان هي مش عارفه تاخد راحتها مع جون. وتاني يوم بتروح لوري لشغلها، وهناك بتقعد تدردش شويه مع زميلتها في الشغل، ومن كلامهم بنعرف ان لوري شايفه ان تيد مشكله كبيره في علاقتها مع جون، وان هو السبب اللي مخليهم ما اتجوزوش لحد دلوقتي، وبتكون عايزه تخيره بينها وبين تيد، لكن برضه بتكون خايفه لحسن يختار تيد، وده لانها بتحبه ومش عايزه تسيبه. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي مديرهم في الشغل، وبيكون المدير ده اسمه ريكس، وبيستدعي لوري لمكتبه. ولما بتدخل لوري مكتب ريكس بتلاقيه بيعترف لها انه معجب بيها، وان هو عاوز يرتبط بيها ويتجوزها بشكل رسمي. فبتقول له لوري ان هي مرتبطه وبتحب حبيبها جدا. فبيقول لها ريكس انه عارف ان هي مرتبطه بقالها 4 سنين، لكن هو شايف ان العلاقه دي مش ناضجه. وبيقول لها عن نفسه انه شخص وسيم وغني ومش بتاع دباديب. وبيقول لها ان لو هي انفصلت عن حبيبها هيتجوزها فورا، لكن هي بتتضايق من كلامه ومن جرأته وبتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبتروح لوري تقابل جون في المطعم، وبيكونوا قاعدين في مطعم فخم جدا، وجون بيكون عازمها على اكل ومشروبات غاليه علشان يبسطها. وبالفعل بتكون لوري مبسوطه وهي معاه، وبيفضلوا يستعيدوا ذكرياتهم سوا ويستمتعوا بوقتهم، لحد ما بيطلع جون هديه وبيديها لوري. وساعتها بتفرح لوري جدا وبتفكر ان هو هيتقدم لها للجواز، لكن بتتفاجئ ان هو بيقدم لها هديه عاديه ومش خاتم جواز ولا حاجه. فبتتضايق لوري وبيبان عليها ان هي متضايقه جدا، وجون بيقدر يفهم السبب اللي ضايقها. وبيقول لها جون ان هو هيتقدم لها للجواز، لكن لازم يستنوا شويه لان ظروفه وحشه. فبتقول له لوري ان حياته عمرها ما هتتحسن ولا هتتطور لو فضل يقضي كل وقته مع تيد، وبتطلب منه يخلي تيد ينتقل ويعيش في مكان تاني علشان حياته تستقر ويقدروا يتجوزوا. فبيرفض جون وبيقول لها ان تيد صاحبه من ساعه ما كان عنده 8 سنين، وبيطلب جون منها ان هم يقفلوا الموضوع ده علشان ما يتخانقوش في الذكرى السنويه بتاعتهم. وبتضطر لوري ان هي تسكت وتعدي الموضوع. ولما بيخلصوا سهرتهم بيرجعوا البيت وبيلاقوا تيد جايب بنات في البيت، والبيت بيكون في حاله فوضى، وطبعا ده بيخلي لوري متضايقه جدا. ولما جون بيشوف الوضع ده بيحس ان لوري معاها حق في كلامها بخصوص تيد. وتاني يوم جون بياخد تيد وبيخرجوا سوا، وبيبدا جون يتكلم مع تيد وبيقول له ان هو لازم يتحمل المسؤوليه ويبدا يدور على شغل وينتقل من شقته. فبيتصدم تيد وبيساله لو هو عمل حاجه تضايقه، فبيقول له جون ان هو مش متضايق منه، وبيعرفه ان علاقته مع لوري في وضع حساس، وده بسببه هو وبسبب وجوده في حياته. وبيطمنه انهم هيفضلوا اصحاب ومش هيبعدوا عن بعض حتى لو هو انتقل وعاش بعيد عنه. فبيفهم تيد الموقف وبيوافق على الانتقال عشان ما يبوظش علاقه صاحبه، وبيوعده جون انه هيساعده وهيفضل جنبه. وبالفعل تاني يوم جون بيجهز تيد وبياخده يعمل مقابله شغل علشان يبدا تيد يشتغل ويستقل بحياته. لكن تيد ما بيكونش عايز يشتغل ويفضل قاعد مع جون في شقته لاطول فتره ممكنه. ولما بيروح المقابله بيفضل يشتم في المدير وفي الوظيفه، لكن المدير بيعجب بجرأته وبيقبله في الوظيفه. وللاسف خطه تيد بتفشل تماما. ولما بيعرف جون ان تيد اتقبل في الوظيفه بياخده وبيخرجوا علشان يحتفلوا سوا. واثناء ما هم قاعدين بيجي شخص يقاطعهم اسمه دوني، وبيطلب دوني من جون انه يشتري الدبدوب بتاعه بمبلغ كبير جدا، وده علشان ابنه عايز يلعب بيه. فبيتعصب جون وبيقول له ان تيد مش دبدوب وان هو شخص زيهم، لكن دوني ما بيهتمش بالكلام ده وبيكون مصمم يشتري تيد، وبيعطي رقمه وعنوانه لجون، وبيقول له فكر في الموضوع ولو غير رايه يكلمه. وبياخد ابنه وبيمشي. وبيكون تيد متضايق من اللي حصل ده جدا، فبيفضل جون يهزر معاه علشان يخليه يضحك وينسى اللي حصل. ولما بيجي الليل تيد بياخد شقه وبيبدا ينقل اغراضه فيها، وجون بيساعده في نقل الاغراض. ولما بيخلصوا نقل الاغراض جون وتيد بيودعوا بعض، وبكده دي هتكون اول ليله ليهم بعيد عن بعض من سنين طويله جدا. والاتنين بيكونوا زعلانين ومش عايزين يبعدوا عن بعض، لكن مفيش حاجه في ايديهم يقدروا يعملوها. وتاني يوم بتروح لوري تشكر جون علشان سمع كلامها، وبتقوله ان هي عارفه ان بعده عن تيد مش سهل، لكن اللي هو عمله ده التصرف الصح. وفي نفس الوقت بيكون تيد في اول يوم شغل ليه، وبيكون بدا يعتمد على نفسه ويكمل حياته. وبعد ما بيخلص شغله بيتصل على جون وبيطلب منه يجي يقعد معاه شويه علشان عايز يقوله على خبر مهم. ولما بيخلص جون شغله بيروح له، وساعتها بيعرفه تيد ان هو اتعرف على واحده زميلته في الشغل اسمها لينا وارتبط بيها. فبيفرح جون علشانه وبيعرض عليه يجيبها ويخرج معاه هو ولوري. فبيوافق تيد وبيكون متحمس للفكره. وتاني يوم بيخلص تيد شغله وبيروح يستنى لينا بره علشان يخرجوا مع جون ولوري. واثناء ما هو مستنيها بيظهر دوني وبيجي يتكلم معاه، وبيعرض عليه ان هو يجي يعيش معاه هو وابنه وهيديله $6000 في الشهر. وبيكون واضح ان دوني ممكن يعمل اي حاجه علشان ياخد تيد. وطبعا تيد بيرفض عرض دوني وبيقول له ان هو مش محتاج فلوس. وساعتها بتكون لينا خلصت شغلها وخرجت، فبيسيبوا تيد وبياخد لينا وبيمشي. وبيروحوا هما الاتنين يقابلوا جون ولوري وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا. وبتقول لهم لوري ان الشركه اللي هي شغاله فيها هتعمل حفله كبيره
لوريا الاسبوع اللي جاي وبتعزمهم على الحفله. وبينما هم قاعدين يتكلموا بتحصل مشاده كلاميه بين لوري ولينا، وبيضطر تيد ياخد لينا ويمشي. ولما بيمشوا بتتخانق لوري مع جون وبتقوله ان هي عرفت ان هو بيستأذن من شغله وبيمشي بدري وبيروح يقضي وقت مع تيد، وبتقوله ان هي افتكرته بدأ يتحمل المسؤوليه وهيبدأ يركز في حياته وشغله. لكن من الواضح ان مفيش حاجه اتغيرت، فبيعتذر لها جون وبيوعدها انه هيقلل كلامه وخروجاته مع تيد وهيبدأ يركز في شغله. وبتعدي الايام وبيجي يوم الحفله اللي في شركه لوري، وطبعا جون بيروح مع لوري للحفله. وهناك بيجي ريكس مدير لوري وبيتعرف على جون بشكل رسمي، وريكس بيطلب من جون انه يتكلم معاه على انفراد، وجون بيضطر يوافق. فبيفضل ريكس يتباهى بفلوسه وثروته قدام جون، فبيقطع جون وبيقول له ان لوري قالت له ان هو معجب بيها وبيحاول يتقرب منها. لكن ريكس بيوضح له ان هو بيحاول يقرب من كل الموظفين علشان ياخد منهم احسن اداء في الشغل. وفي اللحظه دي بيجي لجون اتصال من تيد، وبيقول له تيد انه لازم يجي له فورا، وبيعرفه تيد انه عمل حفله خاصه في شقته، وان بطل طفولتهم هما الاتنين حضر الحفله وموجود عنده في الشقه. فبيفرح جون وما بيكونش مصدق نفسه، وبيقرر يروح يشوف بطل طفولته ويرجع تاني قبل ما لوري تاخد بالها. فبيرجع جون لريكس وبيقول له ان هو هيخرج لمده نص ساعه وهيجي على طول، وبيطلب منه انه يغطي عليه وما يخليش لوري تلاحظ، وساعتها هيسامحه على اللي عمله مع لوري. وبيوافق ريكس وبيقول له ما يقلقش وانه هيغطي غيابه تماما. فبيمشي جون من الحفله وبيروح بسرعه عند تيد، وهنا بنشوف نظره شريره على وش ريكس. ولما بيوصل جون لعند تيد بيقعدوا مع بطل طفولتهم وبيفضلوا يحتفلوا سوا وبيستمتعوا. والوقت بياخدهم وبينسى جون موضوع لوري، وبينسى انه كان لازم يرجع للحفله تاني، وبيلاحظ ان الوقت اتاخر جدا. فبيروح بسرعه علشان يرجع للوري، لكنه بيلاقي لوري جايه تقابله بعد ما عرفت ان هو مشى من الحفله. وطبعا بدون تخمين عرفنا مين اللي قال لها. فبيحاول جون يعتذر لها ويصالحها، لكن هي بترفض وبتقول له ان دي كانت اخر فرصه ليه، وان هي خيرته بينها وبين تيد وهو كده اختار تيد خلاص. وبتنفصل لوري عنه وبتقول له ينتقل من شقتها وبتسيبه وبتمشي. فبيحزن جون جدا وبيكون مش مصدق اللي بيحصل. وفي اللحظه دي بيجي تيد يتكلم مع جون وبيساله هو مشى ليه. فبيطلع جون كل عصبيته وغضبه على تيد، وبيقول له انه بسببه انفصل عن لوري وخسر حب حياته، وان لوري كان معاها حق لما طلبت منه يبعد تيد عن حياته. وبيقول له جون انه ما حققش اي اهداف في حياته بسببه وبسبب وجوده معاه طول الوقت، وبيقول له ان دي غلطه ما ينفعش يكررها ولازم يبعد عنه تماما. وبيكون تيد مصدوم من كلام جون وبيحاول يهديه ويعتذر له على اي حاجه ضايقه فيها، لكن جون مش بيقبل منه اي كلام وبيقول له ان هو مش عايز يشوفه تاني وبيسيبه وبيمشي. فبيتاثر تيد وبيقف لوحده وهو زعلان بعد ما خسر صديق عمره. وتاني يوم بيكون ريكس عارف ان اخيرا لوري انفصلت عن جون، وعلشان كده ريكس بيستدعي لوري لمكتبه وبيعرض عليها تخرج معاه في ميعاد. في الاول لوري بترفض وبتقول له ان هي مش بتبادله الاعجاب، وانها لسه خارجه من علاقه فاشله، وان هي مش عايزه تدخل علاقات تاني. لكن ريكس بيصمم وبيقول لها تخرج معاه في ميعاد واحد علشان تعرفوا اكتر، ولو حست ان هي لسه مش مرتاحه للموضوع هيسيبها على راحتها ومش هيكلمها في الموضوع ده تاني خالص. فبتضطر لوري انها توافق علشان تخلص من الحاحه. وبالليل بيروح تيد لعند جون في الفندق اللي قاعد فيه بعد ما لوري طردته. وفي البدايه جون ما بيكونش عايز يقابله ولا يتكلم معاه، لكن لما تيد بيصر انه يتكلم معاه بيروح جون يشوفه عايز ايه. وقتها بيقول له تيد انه شاف لوري وهي خارجه في ميعاد مع مديرها ريكس، لكن جون مش بيصدقه وبيفتكر انه بيخترع الكلام ده علشان يخليه يسامحه ويكره لوري. فبيتعصب تيد عليه وبيقول له انه بيقول الحقيقه، وبيتخانقوا الاتنين وكل واحد فيهم بيفضل يرمي اللوم على التاني في كل المشاكل اللي بتحصل في حياته. وفي النهايه بيقول جون انه بيتمنى يرجع بالزمن ويلغي الامنيه بتاعته ويفضل تيد مجرد دبدوب عادي. فبيفقد تيد اعصابه وبيهجم على جون وبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما بيدمروا غرفه الفندق، والتلفزيون اللي في الاوضه بيقع على جون. وساعتها هما الاتنين بيوقفوا خناق وبيبداوا يستوعبوا اللي عملوه وبيعتذروا لبعض على اللي حصل، لان هما الاتنين لسه بيحبوا بعض. فبيقول تيد انه هيساعده يرجع علاقته بلوري باي تمن ورغم صعوبه الموضوع، لكن بيقرروا يحاولوا. وفي نفس الوقت ده لوري وريكس بيكونوا موجودين في حفله لمغنيه مشهوره، واثناء ما المغنيه دي بتاخد راحه بين الفقرات تيد وجون بيروحوا يقابلوها، وبنكتشف ان هي صديقه شخصيه لتيد. وبيطلب تيد منها تدي فرصه لجون وتخليه يطلع على المسرح ويغني اغنيه صغيره، والمغنيه بتوافق. وبالفعل بيطلع جون على المسرح وبيعتذر للوري قدام كل الناس وبيبدا يغني لها. وبنعرف ان الاغنيه اللي بيغنيها دي هي اغنيتهم المفضله هو ولوري، وكانوا دايما بيسمعوها سوا. وبتكون لوري متاثره ومبسوطه جدا من الحركه دي، لكن الجمهور كله بيكون متعصب بسبب صوت جون الوحش، وبيفضلوا يهتفوا علشان ينزل من على المسرح وهو مش بيهتم. فبيطلع واحد من الجمهور يهجم عليه وجون بيضربه وبيفقدوا الوعي. وفي اللحظه دي بيتدخل الامن وبينزلوا جون بالقوه من على المسرح، وبتنتهي الحفله بسبب الشغب. وريكس بياخد لوري وبيخرجوا، وبيقول لها ريكس ان هي اكيد محرجه بسبب اللي جون عمله قدام الناس، لكن لوري بتقول له ان هي مش محرجه ولا حاجه، بالعكس ده هي مبسوطه جدا ان جون عمل كده علشانها. وبكده هو اثبت لها
انه بيحبها وعاوز يصالحها، وفي النهايه بتقول له لوري ان هي مش مرتاحه معاه وان هي مش هتخرج معاه تاني وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيروح تيد يقابل لوري على انفراد، وبيبدا يشرح لها ان جون بيحبها جدا وان هو بيعاني من غيرها، وبيعرفها ان كل اللي حصل ده مش غلطه جون وان هو السبب في كل المشاكل اللي بينهم، لكنه بيوعدها انه هيصلح الغلط ده. وبيطلب منها تدي لجون فرصه اخيره وهو هيبعد عنهم للابد علشان يشوفوا حياتهم ويعيشوا مع بعض في سعاده. فبتقول له لوري ان مشكلتها مع جون انه مش متحمل المسؤوليه، فبيوضح لها تيد ان جون مش قادر يشيل المسؤوليه بسبب وجوده معاه، وطول ما هو جنبه هيفضل طفل مهما كبر، وعلشان كده هو هيبعد عنه وهيسيبه ينضج ويتحمل المسؤوليه. وبيديها عنوان المطعم اللي جون بيقعد فيه، وبيقول لها تروح تقابل جون وتصلح علاقتهم، وعقبال ما يرجعوا للبيت هيكون هو خد كل حاجته ومشي. فبتقتنع لوري بكلامه وبتقرر تدي لجون فرصه تانية، وبتنزل لوري علشان تقابل جون، وبيفضل تيد قاعد لوحده بيبص على صورته هو وجون، وشويه وبيلاقي الباب بيخبط، فبيروح يفتح وبيتفاجئ ان دوني وابنه هما اللي على الباب، وبيهجم دوني عليه وبيخطفه. وبتكون لوري وصلت للمطعم اللي فيه جون، وقبل ما لوري تقول اي حاجه بيعتذر لها جون وبيقول لها ان هو شخص فاشل وما يستحقهاش وهي تستحق شخص احسن منه، وانه عاوز بس لو مش هيضايقها ان هما يفضلوا اصحاب. فبتتصدم لوري من كلامه لان ما كانتش عامله حسابها على الكلام ده، وبيودعها جون وبيمشي. وفي الوقت ده دوني وابنه بيكونوا اخدوا تيد على بيتهم، وبيكتشف تيد ان دوني بيراقبه بقاله فتره طويله، وان طول الوقت اللي فات ده كان بيصوره، وان هو وابنه مهووسين جدا بيه. وبيبدا ابن دوني يلعب مع تيد بعنف وبيقطع له ودنه، فبيحاول تيد يجاريه على قد ما يقدر وبيعمل نفسه بيلعب معاه، وبيروح بسرعه يتصل بجون وبيطلب منه المساعده. وبيكون جون موجود مع لوري بعد ما طلعت وراه علشان توصله بعربيتها، وبيعرفه تيد ان دوني اللي كان عاوز يشتريه منه قبل كده هجم عليه وخطفه، وبيعرفه ان هو في خطر كبير وبيطلب منه يجي ينقذه بسرعه. وفي اللحظه دي بيدخل دوني على تيد وهو بيتكلم في التليفون والخط بيتقطع، وبيخاف جون جدا على تيد وبيقرر يتصل بالشرطه، وبيقول لهم ان الدبدوب بتاعه اتخطف، فبيقفلوا في وشه. فبيطلع جون الورقه اللي دوني عطاها له قبل كده وفيها عنوانه، وبتقرر لوري انها توصله بالعربيه لهناك. ولما بيوصلوا لعند بيته بيشوفوا دوني وابنه وهم واخدين تيد وبيهربوا بيه، وبسرعه لوري بتطلع وراه، وبيستغل تيد انشغال دوني بالمطارده وبيهرب منه، لكن دوني بيجري وراه وبيهجم عليه، وبيتقطع تيد لنصين والقطن بينتشر في المكان، وبيكون تيد بيحتضر. وبيحاول دوني يهرب لكن الشرطه بتوصل للمكان علشان تقبض عليه. وفي اللحظه دي جون ولوري بيوصلوا وبيحاولوا يخيطوا تيد وينقذوه قبل فوات الاوان، لكن تيد بيقول لجون ان مفيش امل من اللي هو بيعمله، وبيقول له ما يضيعش وقت ويسمع وصيته قبل ما يموت، وبيقول له اوعى تخسر لوري تاني لانها بتحبك جدا. وبيموت تيد وبيتحول لدبدوب عادي، ورغم كده جون مش بيستسلم وبيجمع قطع تيد وبياخده معاه للبيت، وبيحاول يجمع تيد ويخليه يرجع للحياه تاني لكن بدون فايده. فبيزعل جون على فقدان صديق الطفوله، ولما بينام جون بتكون لوري زعلانه جدا على تيد، وعلشان كده بتتمنى ان تيد يرجع للحياه تاني. وتاني يوم بيكون جون حزين على تيد، ولكن فجاه بيصحى تيد، فبيحضنه جون وهو مش مصدق نفسه، وبيكون جون مستغرب ازاي هو لسه عايش. فبيشرح له تيد ان هو رجع للحياه بسبب امنيه لوري. فبيروح جون للوري وبيشكرها وبيقول لها ان هو مش عايز يفقد حد بيحبه مره تانية، وبيطلب ايدها وبتوافق، وبعدها بيتجوزوا وتيد بيفضل معاهم وبيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناه علشان الملخصات اللي جايه، وكمان هتلاقوا على القناه ملخصات تانية هتعجبكم. وسلام.